كانت المشكلة ان هم بيقولوا الاخوان المسلمين اصبروا علينا شوية، فكل ما نبتدي نحاول نبدأ نصبر يروح خبطنا على قفانا كده، فتلاقي نفسك مش قادر تصبر. خلاص بقى خلاص. تسمعوا احمد فهمي النهارده رئيس مجلس الشورى، السيد احمد فهمي رئيس مجلس الشورى قال ايه على عمارة اسكندرية. وقبل ان ننتهي من هذه المشكلة، رأينا في الإعلام وسمعنا وطلب بعض الزملاء الحديث عن العمارة التي سقطت في الإسكندرية المكونة من 12 دور، وراح أيضا ضحيتها العديد من المواطنين. وهذا الحادث إذا قلنا إن حادث القطار يشترك أو مسؤولية الحكومة في المقام الأول، فإن حادث الإسكندرية هو مسؤولية الشعب ومسؤولية الحكومة، لأن ما حدث في الإسكندرية خلال الفترة الماضية يعد جريمة بكل المقاييس. أن تبنى أبراج مخالفة وفي سرعة البرق في غير مطابقة للمواصفات، فكانت هذه مسؤولية الشعب الذي استغل فرصة ضعف الإدارة المحلية وبنى العديد من العمارات بدون ترخيص. ونتوقع أن هذا الأمر سوف يكون له نتائجه الخطيرة، فيجب على الحكومة أن تتدارك من الآن والمسؤولين في الإدارات المحلية هذه الأمور. وأطلب من لجنة النقل، من لجنة الإسكان والمرافق، إعداد تقرير حول هذا الموضوع. اولا هو سمع من الاعلام، يعني سمع في التلفزيون، يعني ما جالوش ده هو رئيس مجلس تشريعي دلوقتي، سمع من التلفزيون. دي نمره واحد وسيبها دي. نمره اتنين ان مسؤوليه الشعب هو اللي غلطان. الشعب هو اللي ابن